بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي متابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، أهلا ومرحبا بكم في سابع مباريات الجولة 36 من منافسات دوري نجوم العراق، وهنا بملعب الفيحاء. نادي النفط الذي حل ضيفا لمواجهة صاحب الأرض نادي نفط البصرة في مباراة ديربي نفطي. أكيد نفط البصرة أمام نادي النفط البحث عن النقاط الثلاثة بمباراة اليوم، ومن سيحصد 3 نقاط من خلال هذه المباراة، وكذلك من يضبط هذا اللقاء صافرة الحكم أحمد جمعة حبيب، ويساعده الدولي كرار عبد الكريم، وكذلك المساعد الثاني ضياء غالب، بينما الحكم الرابع مهند مناف، أمجد كامل حكم الفار، وحيدر عدوان أي فار، وكذلك مقيم الحكام الدولي السابق جليل صيفي لمباراة اليوم. في الجهة اليسرى للملعب نادي نفط البصرة بالقمصان الحمراء، بينما في الجهة اليمنى نادي النفط، وكذلك النفط يريد أن يحقق 3 نقاط من خلال هذه المباراة بعد التعادل أمام نادي تهوك سلبا من دون أهداف، ونادي نفط البصرة الذي خسر مباراته في الجولة الماضية بهدف دون رد من الشرطة اليوم كذلك يسعى لتحقيق النقاط الثلاثة من خلال هذه المباراة، وأكيد يريد أن يقفز بسلم الترتيب لكون نادي نفط البصرة يحتل المركز 18 بترتيب دوري نجوم العراق، ومن الأندية المهددة بالهبوط للدوري الممتاز. فيا ترى هل سينجح ويحقق 3 نقاط بمباراة اليوم؟ هل يخطف النقاط الثلاثة من شقيق نادي النفط بهذه المباراة؟ نترقب ونشاهد، ننتظر أحداث هذه المباراة. هنا تشكيلة الفريقين: كتيبة نادي النفط الفريق الذي حل ضيفا بالحراسة علي ياسين، خط الدفاع المؤلف من سامسون دير، واللاعب فاضل كريم كرار رزاق، حسن داخل، كلوسا أتشوبوزو، حيدر حسين إزاكيل، وعمار غالب، نيد فريكي، وليد كريم. هي تشكيلة نادي النفط. كتيبة جنرال باسم قاسم، وعلى التنفيذ هنا الكرة الثابتة فاضل كريم، والواضح بالصورة حسن داخل، بينما فاضل كريم هو على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة لنادي النفط. بهذه اللحظات نترقب ونشاهد أحبتي لنادي النفط، كرة ثابتة هنا بمكان خطير، بينما حكم المباراة نعم، والكلام ما بين حكم اللقاء الكابتن أحمد جمعة حبيب هو من يضبط هذا اللقاء، والكلام مع حكم الفار هناك بغرفة الفار أمجد كامل، وكذلك حيدر عدوان، ويطلب تنفيذ الكرة الآن على التنفيذ فاضل كريم هو على التنفيذ لنادي النفط. ملعوبة الكرة بالرأس، عدت وهناك بأحضان الحارس حسام مهدي. اليوم يشرك كحارس أساسي لتشكيلة المدرب هيثم الشبول المدرب الأردني لنادي نفط البصرة. هذا المدرب درب أيضا بهذا الموسم نادي نفط ميسان، وكذلك بالموسم الماضي درب نادي الديوانية. بينما هنا كنا نتحدث عن تشكيلة نادي نفط البصرة بالحراسة حسام مهدي، بنيامين أكيري، مصطفى عبد الجليل، علاء رعد، محمد سعيد، أحمد فاضل، وأكوامي بونسو، مصطفى هادي، حسام مالك، وحسام شاد الله خلف عن جنبي. هي تشكيلة نادي نفط البصرة. فرسان البصرة بهذه المباراة أمام نادي النفط. يا ترى من يخطف النقاط الثلاثة لحساب الجولة 36 من منافسات دوري نجوم العراق للمرحلة الثانية؟ نترقب أحبتي وننتظر مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، انتهت بالتعادل سلبا دون رد، نعم، ومن دون أهداف. كانت تلك المباراة سلبا، لا شيء لنادي النفط ولا شيء لنفط البصرة. بينما اليوم المباراة هنا بملعب الفيحاء، هذا الملعب نعم بالمدينة الرياضية المجاور لملعب جذع النخلة. والسلامة للاعب وليد كريم كابتن الفريق، يشكو بعد التدخل بالكرة الماضية. وليد كريم هذا وقائد الفريق، واحد من أبرز لاعبي نادي النفط بعد التدخل من اللاعب بنيامين أكيري بالكرة الماضية. سلامة لوليد، سلامة لكل اللاعبين نادي النفط.
لعب كذلك 34 مباراة، عنده مباراة مؤجلة مع نادي الطلبة، المباراة المؤجلة، وكذلك هذا الفريق سيواجه نادي الشرطة في مباراة نصف النهائي ببطولة كأس العراق. وليد كريم هنا يترك أرضية الملعب. النفط هذا الموسم حقق الفوز ب10 مباريات وتعادل ب14 مباراة، بينما خسر 10 مباريات. هذا عكس نادي نفط البصرة الذي حقق الفوز ب6 مباريات فقط، بينما تعادل ب10 وخسر ب19 مباراة. هناك الكرة ثابتة، ونظراتنا للكابتن قاسم بهذه اللحظات. الجنرال نعم هو قائد الكتيبة لنادي النفط، الكابتن قاسم، وعلى التنفيذ فاضل كريم. بهذه اللحظات من فاضل كريم ملعوب الكرة، والابعاد ياتي من حسام، تتخلص وتعود هناك بنقلة أخرى أمامية. مصطفى هادي قريب وبالراس تتخلص هناك من عمار غالب، لعب لنادي الشرطة هذا اللاعب، وللنفط عمار وبنيامين أكيري أبعدها. بنيامين أكيري أبعد الكرة الماضية هذا الأفريقي، وتعود هناك بنقلة أخرى لا زالت مستمرة لمصلحة نادي النفط بمحاولات هناك للأمام. نادي النفط عن طريق اللاعب وليد كريم يحاولون، وعدت هنا الكرة وصلت، لا زالت الأمور مستمرة. نفط البصرة أمام نادي النفط في ديربي نفطي بمباراة نعم النقاط الثلاثة مهمة بالنسبة لنادي نفط البصرة من خلال مباراة اليوم، بينما نادي النفط صاحب المركز العاشر. هل يفرط بهذا المركز؟ هل يفرط بهذا المكان؟ أم يستعيد مكانه من خلال مباراة اليوم؟ وكذلك نفط البصرة في حال حقق الفوز بهذه المباراة سيرتفع رصيده للنقطة 31، سيبقى بمركزه، بينما يرتفع رصيده للنقطة 31 فهو برصيد الآن 28 نقطة، وأكيد يسعى لتحقيق النقاط الثلاثة. عدت الكرة هناك بعد الهبوط الرسمي لنادي نفط الوسط، وكذلك هناك 5 أندية أيضا محددة لتقارب النقاط ما بين نادي أمانة بغداد ونادي نفط البصرة ونادي الكرخ ونادي كربلاء وحتى نادي أربيل، لكن كل فريق عنده مباراتين متبقيتين حتى نهاية الدوري. هناك خطر وصافرة سلامة اللاعب فاضل بعد التدخل بالكرة الماضية. لا زلنا أحبتي لا زلنا نشاهد توجيهات الكابتن هيثم علشبول المدرب الأردني، هذا هو الكابتن هيثم علشبول. وهناك بعد التدخل بالكرة الماضية وكانت هناك صافرة لحكم المباراة والخطأ بعد التدخل. هنا على التنفيذ الكابتن حسام مالك هو على التنفيذ لهذه الركنية لمصلحة نادي نفط البصرة. ملعوب الكرة والارتقاء بالراس تتخلص، عادت الكرة هنا عيسى كي يلعبها وللأمام عمار يحاول بينما تنقطع حيدر حسين. عادت الكرة لكابتن الفريق من حسام مالك، سبق واللعبة لنادي الميناء هذا اللاعب، وتعود هناك مرة أخرى نجومبي للاعب بنيامين أكيري وعادت من أحمد فاضل اللاعب الخبرة. لعب هذا للنجف ولعب للزوراء ولعب للشرطة، واحد من اللاعبين المميزين. تعود الكرة بوسط الملعب تحت اقدام اللاعب أحمد فاضل، البحث عن زميل بتمريرة رائعة وجميلة من أحمد، مرت لعلاء رعد. وين المتابعة؟ خالية هذه الكرة خالية من المتابعة والرقابة يا علاء رعد، ووصل السهل للحارس علي ياسين، حارس متمكن، حارس خبرة، لعب لنادي الزوراء، واحد من الحراس المميزين، وأيضا يحمي مرمى نادي النفط. كرة بالراس هناك تتخلص أحمد فاضل، وبوسط الملعب كوامي بونسو يلعبها للأمام هذا الغاني، وعادت بوسط الملعب من وليد كريم. يحاول الآن وليد كريم، مرت الكرة يا وليد وتعود هناك من جديد. كلوسا يلعب هذه الكرة بوسط الملعب، هي كلوسا. عادت الكرة لمصلحة نادي النفط، ومن النفط إلى النفط هناك لنفط البصرة. تعود الحارس حسام مهدي، يحاول حسام الآن من حسام مهدي. عادت يا حسام مهدي هذه الكرة طويلة من حسام مهدي وللأمام تحت اقدام اللاعب نجومبي.
نجومبي ذهب لنادي تهوك وعاد بالمرحلة الثانية لنادي نفط البصرة مرة أخرى، فهو كان أيضا الموسم الماضي مثل نادي نفط البصرة، لكن المرحلة الأولى ذهب لنادي تهوك وعاد لنفط البصرة في المرحلة الثانية ليمثل الفريق مرة أخرى. وهناك تتهيأ الكرة مرة أخرى من حسام بتلك التسديدة وغادرت أرضية الملعب. 10 دقائق مرت على أحداث الشوط الأول، بينما التعادل مستمر ما بين نفط البصرة ونادي النفط. نفط بغداد هنا أبناء العاصمة أمام أبناء نفط البصرة، بصرة الخير، بصرة العطاء، بصرة الفيحاء. وهنا تسديدة اللاعب حسام مالك التي غادرت أرضية الملعب. لا زلنا نترقب، ملعوبة الكرة للأمام، هناك الارتقاء وعدت بينما وصلت لمصطفى هادي، تعود يا مصطفى وغادرت أرضية الملعب. هناك راية للمساعد لحكم المباراة ضياء غالب، المساعد الثاني لحكم المباراة من الناصرية، بينما المساعد الأول الدولي كرار عبد الكريم من بابل أيضا كان مساعد في مباراة كأس ملك الأردن بين فريق الفيصل الأردني ونادي الحسين الأردني برفقة الحكم الدولي محمد طارق، وقاد تلك المباراة بطاقم تحكيم عراقي، واليوم يقود هذه المباراة لحساب الجولة 36 من منافسات دوري نجوم العراق. هنا الكرة من عمار غالب لفاضل رضا فاضل، وهناك تنقطع بنيامين كيري، بينما عمار يحاول، عمار غالب داخل منطقة العمليات، عدت العرضية والكرة غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب. عمار غالب هذا اللاعب الشاب أيضا عنده دوري مع نادي الشرطة، وواحد من اللاعبين الشباب من المواهب مع نادي النفط. وهناك الركنية لمصلحة نادي النفط. النفط يبحث عن هدف أول بهذه المباراة، ونفط البصرة كذلك يسعى لتحقيق أول أهدافه من خلال مباراة اليوم. هذه الإعادة للكرة الماضية بينما تدخل المدافع بنيامين الكيري، وكذلك بعد ما غادرت أرضية الملعب هنا الركنية ملعوبة الكرة بالرأس، يأتي الإبعاد بنيامين الكيري يبعثها، وصلت الآن بوسط الملعب. هناك حيدر من حيدر، عادت هناك نقلة لمصلحة اللاعب حسن داخل، وبراسية تبعد إلى خارج أرضية الملعب. أبعدت الكرة الماضية. لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل بين نفط البصرة ونادي النفط. نظرات للكابتن قاسم ما هي الخطة التي رسمها لأحداث الشوط الأول؟ فأكيد يطمح لخطف النقاط الثلاثة، والكل يسعى من أجل كسب النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم. هناك محاولات بدأت بالضغط وبالهجوم على دفاعات نادي نفط البصرة، ولكن نفط البصرة هل لديه كلام بهذه المباراة؟ هل يفرض أسلوبه ويخطف 3 نقاط وتجعل نفط البصرة بالمنافسة من جديد؟ نتمنى أن لا نرى هذه الأندية الكبيرة وهذا التاريخ الكبير، سواء كانت أندية المؤسسات والأندية المحافظات، أن تلعب هناك وتهبط من دوري نجوم العراق إلى الدوري الممتاز. وما زلنا نترقب أحبتي، فحتى الآن التعادل مستمر ما بين نفط البصرة ونادي النفط. فهذه عدت هناك بنقلة أخرى وتغادر أرضية الملعب. صافرة حكم المباراة أحمد جمعة هو من يضبط هذا اللقاء، حكم درجة أولى من بغداد، ماجستير علوم فيزياء، صاحب التولد 1989، هو من يضبط هذا اللقاء. هذه المباراة السابعة كحكم وسط بهذا الموسم، عند 14 مباراة حكم رابع، وكذلك عند 20 مباراة حكم فار هذا الموسم. عدت الآن والكرة تعود، هناك نقلة لا زالت مستمرة، محاولة من حيدر، تسديدة رائعة يا حيدر وغادرت أرضية الملعب. تسديدة الكابتن حيدر سدد من مكان بعيد، ولكن الكرة طالت وغادرت أرضية الملعب بعيدة على مرمى الكابتن حسام مهدي، وغادرت أرضية الملعب. شاهد هذه الإعادة
هو عدى بالكرة وخطفها من اللاعب علاء أو من أحمد فاضل وسدد بقوة، لكن مرت في جوار القائم الأيمن للحارس حسام مهدي وغادرت أرضية الملعب. نفط البصرة يريد أن يحقق 3 نقاط بعد ما لعب 35 مباراة، فاز ب6 وتعادل ب10 وخسر ب19 مباراة. لم يسجل هذا الموسم إلا 26 هدف، بينما استقبلت شباكة نسبة كبيرة من الأهداف، استقبلت 45 هدف برصيد 28 نقطة. إذا حقق الفوز بهذه المباراة سيرتفع رصيده للنقطة الحادية والثلاثون. وما زلنا نترقب هل تكون هناك نقاط بهذه المباراة أم يتقاسمون نقاط هذه المباراة. نترقب. نادي نفط الوسط نعم رسميا يهبط للدوري الممتاز برصيد كذلك أيضا 16 نقطة، بينما أمانة بغداد برصيد 27 نقطة أيضا من الأندية المهددة بالهبوط، وكذلك نفط البصرة أيضا برصيد 28 نقطة، ونادي القاسم برصيد 33 نقطة، كربلاء ب 36 نقطة، ونادي الكرخ ب 36 نقطة، وكذلك نادي أربيل ب 37 نقطة. لكل نادي مباراتين متبقيتين في دوري نجوم العراق، لكن هناك ربما طريق نفط البصرة سيواجه نادي الكرخ في المباراة القادمة لحساب الجولة 37، ونادي القاسم سيواجه نادي القوة الجوية، فنادي القاسم يحتاج إلى 6 نقاط كاملة من أجل أن يضمن البقاء بدوري نجوم العراق، وكذلك نادي نفط البصرة يحتاج للنقاط كاملة خلال المباريات المتبقية، يحتاج إلى 9 نقاط، وكذلك نادي أمانة بغداد. فحتى الآن الأمور لن تعلن من سيلعب البلاي أوف من خلال الجولات الأخيرة والمباريات المتبقية. نجوم العراق وصلت هناك الكرة وعدت الآن بتسديد لأحضان الحارس علي ياسين، وصلت هناك لعلي ياسين، ولا زالت الأمور مستمرة بالتعادل بين نفط البصرة ونادي النفط. علي ياسين ومن يحاول يا علي ياسين تلعب بالكرة، وهذه الإعادة بأحضان الحارس علي ياسين. مرت هناك من اللاعب علي لحسن داخل، يلعب تتهيأ رضا فاضل وانقطعت من مصطفى هادي، يحاول العبور مصطفى عدى ولا زالت مستمرة تحت اقدام اللاعب مصطفى، بينما هنا التسديد من اللاعب حسام مالك ومحاولة اللاعب حسام جاد الله، لكنها طالت على لاعبين نادي نفط البصرة، وتعود هنا مرة أخرى لمصلحة نفط البصرة. حسام جاد الله لاعب أيضا لعب لنادي النفط سابقا، وهذا اللاعب مثل الفريقين، وكرة للأمام تعود من حسام إلى علاء رعد. أحمد فاضل مر بالكرة أحمد فاضل، وهناك صافرة لحكم المباراة أحمد جمعة. صافرة حكم المباراة الكابتن أحمد جمعة يشير لوجود خطأ بعد أن تدخل الكابتن حسن داخل بالكرة الماضية، والخطأ كان حاضر بصافرة حكم المباراة. ما زلنا نترقب أحبتي، ما زلنا نشاهد هل يكون هناك هدف ومن يفتتح التسجيل لمصلحة نفط البصرة أو لنادي النفط. نترقب الآن، نشاهد على التنفيذ حسام مالك كاكاو، هذا لعب للميناء، يلعب حسام وكرة بالراس من اللاعب أكيري بنيامين أكيري، وغادرت أرضية الملعب يا بنيامين أكيري تلك التسديدة، وبعد ما لعب حسام وغادرت أرضية الملعب فالأمور مستمرة بهذا التعادل بين النفط ونفط البصرة. لقاء الأحبة من خلال مباراة اليوم، فهل ينجح نادي نفط البصرة أو ينجح نادي النفط بكسب النقاط الثلاثة، أو يتقاسمون نقاط هذه المباراة؟ عدت الكرة من حسام ولا زالت هناك بتمريرة من علاء رعد، يلعبها من علاء لبنيامين أكيري، فمرت هناك لمصطفى عبد الجليل، يلعبها مصطفى عبد الجليل، محاولة لا زالت مستمرة، وتعود هناك من اللاعب نجومبي، وصلت من نجومبي كوامي بونسو، يلعب تلك الكرة من كوامي
ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل ما بين الفريقين، فمن ينجح بكسب النقاط الثلاثة ومن يسجل أهداف هذه المباراة نترقب. أحبتي لازلنا نشاهد، لازلنا ننتظر هل تكون أهداف بهذه المباراة بندية هذا اللقاء، بهذا التحدي بين الأندية النفطية هنا بهذا الديربي النفطي بين نفط بغداد ونفط البصرة. الأشقاء يتواجهون بهذه المباراة، لكن هنا من ينتعش بالمركز العاشر بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق، وهنا من يعاني بهذا الموسم. نعم، عانى كثيرا نفط البصرة ولا زال بالمركز الثامن عشر من ترتيب دوري نجوم العراق، فعدت هناك بنقلة ولا زالت مستمرة. نفط البصرة كما ذكرنا أحبتي برصيد 28 نقطة، بينما نادي النفط برصيد 44 نقطة، وكذلك يبحث عن 3 نقاط ليرتقي بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق ويحتل المركز التاسع، ويصبح كذلك برصيده أيضا 37 نقطة في حال حقق الفوز، وسيرتقي ويحتل المركز التاسع من ترتيب دوري نجوم العراق. انطلقت هذه الجولة بالأمس ولعبت 5 مباريات، بينما اليوم كذلك 5 مباريات تلعب. لعبت مباراة الزوراء وبنفس التوقيت انطلقت مباراة تروك والمينام، وبعد هذه المباراة ستنطلق مباراة القوة الجوية وأربيل، وكذلك مباراة الشرطة والنجف. هناك من يتنافس على صدارة الدوري ومن يريد يعزز صدارة الدوري، وهناك من يريد أن يخطف الصدارة، وهنا كذلك من ينافس من أجل البقاء في دوري نجوم العراق. بالأمس مباراة نادي نفط الوسط ونادي زاخو التي انتهت بهدفين لهدف لنادي زاخو بالوقت الإضافي. كانت هناك ريمونتادا لنادي زاخو بعد أن كان نادي نفط الوسط متقدم بهدف دون رد حتى الدقيقة 90، وبالوقت الإضافي نادي زاخو يتغلب على نادي نفط الوسط بهدفين لهدف. بينما مباراة الحدود ونادي الكهرباء التي انتهت بالتعادل سلبا من دون أهداف أمانة بغداد الذي تغلب على نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف، ونفط ميسان تعادل أيضا باللحظات الأخيرة مع نادي الكرخ بهدف لمثله، بينما نادي الطلبة أيضا تعادل بنفس النتيجة بهدف مقابل هدف أمام نادي القاسم، ونادي نوروز يتغلب على نادي الزوراء بهدف دون رد. إذن مباراة اليوم هنا بملعب الفيحاء بمباراة نفط البصرة ونادي النفط، والتعادل مستمر حتى الدقيقة 23 حبتي، وما زلنا نترقب من سيسجل. هناك توجيهات للكابتن هيثم الشبول المدرب الأردني ويساعده الكابتن محمد علي كريم، أيضا محمد علي كريم درب نادي نفط ميسان. وهنا الكابتن علاء رعد الواضح بالصورة، الكابتن علاء رعد. ملعوب الكرة هنا للأمام عد، فنفط البصر عنده مباراتين متبقي، عنده مباراة أمام نادي الكرخ سيلعبها هناك بملعب الكرخ، وعنده مباراة أمام نادي الكهرباء، بينما نادي النفط سيواجه نادي الزوراء في الجولة القادمة، وفي الجولة الأخيرة كذلك سيواجه أيضا نادي الشرطة. ما زلنا نترقب محبتي وما زلنا ننتظر. هي تلعب الكرة للأمام، عند مباراة أمام الشرطة وأمام الزوراء. في كل مباراة هي مصيرية بهذه الأدوار المتبقية من دوري نجوم العراق، ونحن نقترب من النهاية، لكن حتى هذه الجولة ولم تحتسم الأمور بعد، ولم تحسم لمصلحة من سيكون لقب الدوري، بينما الشرطة يسعى لتحقيق اللقب الثالث على التوالي من خلال مبارياتها المتبقية. عند مباريات صعبة، عند مباراة عدا مباراة اليوم أمام النجف، عند مباراة متبقية أمام نادي تروك، وعند مباراة أمام نادي الزوراء. وهذه الكرة عدت، هناك
بنقله لا زالت لعمار، يحاول الآن والكرة بأقدام لاعب حيدر. من حيدر مرت وتأتي العرضية، هناك وليد كريم، يحاول وليد بينما غادرت أرضية الملعب، وركنية لمصلحة نادي النفط. ركنية لنادي النفط. شاهد بعد ما حاول اللاعب حيدر سيان بالكرة الماضية، وكان هناك تدخل من المدافع مصطفى عبد الجليل، لاعب الخبرة مصطفى عبد الجليل المدافع الأيسر، لعب لنوروز ونادي النجف ونفط الوسط والزوراء. وحكم المباراة نعم يشير بهذه اللحظات، وكذلك سوء الأجواء وكذلك حرارة الأجواء. نعم استراحة كذلك بريك، استراحة تبريدية لشرب المياه، ومن ثم يعودون ليكملون أحداث الشوط الأول. عدة مواجهات جمعت الفريقين، وهذه المواجهة رقم 24 خلال لقاءات الفريقين. فاز نادي النفط ب 11 مواجهة، ونفط البصرة حقق الفوز ب6 مواجهات، بينما حضر التعادل ب6 مواجهات. وكذلك مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لنفط البصرة ولا شيء لنادي النفط. وحتى الآن هذه المباراة أحبتي مستمرة بالتعادل سلبا من دون أهداف. كما تحدثنا عن مباريات الأمس ونتائج المباريات، وكذلك عن نتائج الجولة الماضية. نادي القاسم الجولة الثانية يتعادل، ففي الجولة الماضية 34 كذلك تعادل في الجولة 35، وأيضا في الجولة 36 تعادل، فتعادل أمام نادي نفط الوسط بهدفين لمثلها، وبالأمس تعادل كذلك أمام نادي الطلبة بهدف لمثله. بينما الزوراء الجولة الماضية حقق الفوز على نادي الحدود بهدفين دون رد، والنجف تعادل هناك بملعب أربيل بهدف لمثله أمام صاحب الأرض وجمهور القوة الجوية بعد التغلب على نادي أمانة بغداد. عاد هيبة المنافسة من جديد مع الشرطة، فهو تغلب بهدفين مقابل لا شيء. الطلبة الذي تغلب بالجولة الماضية ب3 أهداف على الكهرباء، والكرخ تغلب على نوروز بهدفين لهدف. الشرطة تغلب على نادي نفط البصرة بهدف دون رد، والميناء تغلب على نفط ميسان ب3 أهداف مقابل لا شيء. بينما النفط تعادل سلبا أمام تهوك، وزاخو تغلب على كربلاء بهدفين لهدف. وشاهدنا نتائج مباريات الأمس لحساب الجولة 36، وهنا النظرات للكابتن هيثم مشغول هذه اللحظات. ما زلنا ننتظر ونترقب، أحيانا يكون الانتظار قاتل، لكن أحدهم ينتظر الانتصار والاثنين يسعون للانتصار بهذه المباراة. توجيهات ونظرات الكابتن باسم قاسم من خلال هذه اللحظات، والركنية لمصلحة نادي النفط الأكثر وصولا والأكثر خطورة لمرمى الحارس حسام مهدي. ملعوبة الكرة بالراس، الابعاد ياتي من اللاعب كوامي بونسو، تتخلص وغادرت ارضية الملعب. كرة غادرت ارضية الملعب. لا زالت الامور مستمرة بهذا التحدي، وهناك الإعادة لهذه العرضية التي غادرت ارضية الملعب. شاهد من اللاعب فاضل كريم هو من سدد، وتلك الكرة التي غادرت ارضية الملعب تذهب إلى ركنية الآن لمصلحة نادي النفط. الركنية لنادي النفط، صافرة حكم المباراة تشير للاعب كرار رزاق. كرار يلعبها من كرار، تأتي العرضية وهنا كرار، والارتقاء عادت للحارس حسام مهدي. الحارس حسام مهدي بالكرة الماضية وصلت لأحضان الحارس، وعادت هناك من اللاعب إيساكيل، بينما تنقطع الكرة هناك من وسط الملعب بأقدام اللاعب حسام لينجومبي. حاول فعدت هناك لحسام جاد الله، يحاول الآن حسام، مر حسام 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 حسام، ويشهر الحسام ليمزق شباك نادي النفط ويرفض الاحتفال لكونه سجل في شباك فريق السابق. حسام جاد الله خلف
يفتتح التسجيل لنادي نفط البصرة. أول أهداف المباراة، الهدف الأول من حسام جاد الله خلف، يسجل أول أهداف المباراة لفرسان البصرة من اللاعب حسام جاد الله خلف، وهدفه الشخصي الخامس هذا الموسم، الاسيست الجميل، التمريرة التحيات الكرة وعدت هنا من حسام، مر من المدافعين، تلاعب بدفاعات النفط وسدد بقوة واسكنها شباك النفط، ويسجل اول اهداف المباراة لنادي نفط البصرة. هذا اللاعب اصبح برصيده 5 أهداف هذا الموسم، وسجل في شباك أمانة بغداد والطلبة وكذلك نفط الوسط، والآن يسجل في شباك النفط فريقه السابق، ويرفض الاحتفال عند تسجيله للهدف الأول في المباراة. حسام جاد الله خلف نعم وفاء لفريقه السابق رفض الاحتفال اللاعب حسام جاد الله. إذا نفط البصرة 1 نفط بغداد لا شيء أحبتي حتى الآن بهذا التقدم، هذا يعطي الأفضلية. وكذلك أيضا هناك الكلام من الكابتن هيثم الشبول للاعبين نفط البصرة، وكانت هناك بطاقة من حكم المباراة الكابتن أحمد جمعة، هو من يضبط هذا اللقاء. هذا يكون هناك هل فيها قرار من حكام الفار الكابتن أمجد كامل وحيدر عدوان. نعم الآن ستلعب الكرة هنا في وسط الملعب لمصلحة نادي النفط. هناك من اللاعب فاضل كريم عادت في وسط الملعب يا فاضل تحت اقدام المدافع سامسون دير القادم من نادي نفط الوسط النيجيري، وامامية هذا هو كلوسا اجوبوسو التوغولي، وتنقطع هناك من اللاعب حيدر، تتخلص تعود يا حيدر باقدام اللاعب فاضل كريم، من فاضل عادت تحت اقدام المدافع كلوسا اجوبوسو، يحاول من كلوسا والابعاد ياتي من الحارس علي ياسين، وللامام بالراس بنيامين اكيري، تتخلص وهناك غادرت ارضية الملعب، الكرة غادرت ارضية الملعب بعد محاولة وطالت. هذا كوامي بونسو الغاني ترك الكرة تغادر ارضية الملعب بعد هذه التسديدة بقوة، والتي غادرت ارضية الملعب. شاهد محاولات هي تستمر واللعب بهذا الاسلوب بالكرات الطويلة وتغادر ارضية الملعب. نفط البصرة تقدم بهدف، ونادي النفط يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة. وما زلنا أحبتي ننتظر هل يكون هناك هدف يعدل نتيجة المباراة أم يستمر التقدم لنادي نفط البصرة بهدف آخر. فكل شيء ممكن بأحداث مباراة اليوم وبجميع المباريات. فهناك خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية، سلامة للاعب بنيامين أكيري بعد التدخل بتلك الكرة للاعب بنيامين. هل كان فيها هناك تسلل أم لم يكن هناك أي تسلل؟ شاهد تمت الإعادة من قبل حكم الاي فار الكابتن حيدر عدوان، وهناك الكابتن امجد كامل. هنا محاولة أخرى تعود لمصلحة نادي نفط البصرة. حسام مالك يحاول من حسام مالك لحسام جاد الله مرة ثانية، يعيد الكرة للخلف وعلى رعد من علاء، وعادت تحت اقدام اللاعب عمار غالب يحاول الهجوم وصناعة الهجمات من اللاعب عمار حسن داخل للأمام طويلة يا حسن. هناك لوليد كريم تعود لحيدر، بل يتراجع حيدر لعمار غالب، من عمار لحيدر، حيدر مر، حيدر عدى، ولكن هنا وامي يقطع الطريق ومصطفى هادي تتخلص. وهناك من ايزاكيل عادت يا ايزاكيل تحت اقدام اللاعب فاضل، ام هناك كرار من حاول كرار وغادرت ارضية الملعب يا كرار.
الكرة غادرت أرضية الملعب. يا كرار، هذه ارتدت واصطدمت باللاعب مصطفى هادي. الكرة الماضية مصطفى هادي أحمد أظهرت لي الكابتن باسم قاسم الجنرال المدرب الخبرة، هو من يتابع ويلاحظ ما يحدث بأرضية الملعب. فاضل كريم، ملعوبة من فاضل اللاعب الخبرة، عدت، هناك خروج للحارس والإبعاد يأتي حسام سلامة. سقوط اثنين من اللاعبين على أرضية الملعب، حارس وهناك المدافع بنيامين الكيري. سلامة الحارس حسام مهدي وبنيامين بعد الاشتراك بالكرة الماضية. هذه الإعادة لتسديدة اللاعب فاضل كريم، وكان خروج الحارس وأيضا ارتدم بزميله بكيري بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين المدافع والحارس. نفط البصرة فاز ب6 مباريات، فاز هو على أمانة بغداد 3-0، وأيضا فاز على نفط الوسط 2-0، فاز 3-2 على الطلبة، و2-0 على نادي توك، و2-1 على نادي نفط ميسان. آخر فوز كان لنادي نفط البصرة هذا الموسم هو على نادي نفط الوسط في آخر 10 جولات لعبها نادي نفط البصرة، حيث خسر ب6 مباريات، نعم، وتعادل أيضا ب6 وفاز بمباراة واحدة، تعادل ب4 وفاز بمباراة واحدة فقط. هذا بآخر 10 جولات نتحدث عن نادي نفط البصرة. وكذلك هناك غياب اللاعب مصطفى محمد مصطفى بسبب تراكم البطاقات. آخر خسارة كانت من نادي الشرطة، وشاهد هنا التوجيهات للكابتن هيثم الشبول. أكيد دائما الغيابات تكون مؤثرة، وبهذه التوجيهات كذلك للكابتن باسم قاسم نظراته بهذه الطريقة، وهو غير راضي وغير مقتنع على أداء لاعبين نادي النفط، فيبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة ويعيد الأمور لمرة أخرى للتعادل. فهذا التقدم ربما يعطي الأفضلية والأريحية لنفط البصرة من أجل كسب النقاط الثلاثة بمباراة اليوم. الكلام ما بين كابتن الفريق وليد كريم وحكم المباراة الكابتن أحمد جمعة وهناك أمجد كامل وحيدر عدوان بغرفة الفار. هل يستدعي حكم المباراة أم لا؟ نعم، الكرة لمصلحة نفط البصرة. الشاهد ابتسامة من الأسمراني كوامي بونسو. محمد سعيد يلعب هذه الكرة طويلة يوصل الملعب أمامية، وهناك الكرة تخلص من اللاعب كلوسة الجيبوزو. كلوسة يلعبها وتتخلص في وسط ملعب وليد كريم يحاول، والابعاد ياتي من محمد سعيد، مرت وللامام بالراس، تتخلص الان ولا زالت الكره هناك تحت اقدام اللاعب ايزاكيل، بينما صافرة حكم المباراه وبعد التدخل بالكره الماضيه سلامه اللاعبين، سقوط اللاعب مصطفى هادي وايزاكيل على ارضيه الملعب. سلامه لايزاكيل ومصطفى هادي بعد التدخل بالكره الماضيه. شاهدنا الارتقاء والاشتراك ما بين لاعبي الفريقين، والاثنين يلعبون بهذه الطريقة من أجل كسب النقاط الثلاثة بهذه المباراة. هجمات لنادي نفط البصرة تبادلت وهجمات لنادي النفط، ولكن التقدم لا زال لنادي نفط البصرة بهدف اللاعب حسام جاد الله خلف، وهناك سقوط اللاعب إيزاكيل واللاعب مصطفى هادي. السلامة لمصطفى وإيزاكيل ينهضون بينما بطاقة صفراء تنتظر مصطفى بهذه اللحظات بعد الاشتراك مع اللاعب إيزاكيل باللقطة الماضية، وهنا يتلقى البطاقة الصفراء. هذا التدخل بقوة ربما يعيق سير المباراة ويؤثر على سلامة اللاعب
سلامة مصطفى والآن ترك أرضية الملعب مصطفى من الأحداث. حكم المباراة يقول له لا غادر أرضية الملعب، وبعد ذلك ستشترك. كذلك الكابتن مهند مناف حكم الرابع يطلب من اللاعب مصطفى أن يغادر أرضية الملعب حينما يسمح حكم المباراة بالدخول يشترك الآن. ووصلت هناك الكرة، عادت هي قريبة الآن من اللاعب كرار. رزاق لفاضل، تعود من حسن، قريبة الكرة تحت أقدام اللاعب كلوسا. من كلوسا حسن يلعبها من حسن لإيزاكيل، ملعوبة الكرة ترتد، وهناك عادت من مصطفى لتعود بأقدام اللاعب كرار. رزاق يعيد الكرة للخلف تحت أقدام المدافع إيزاكيل في وسط الملعب، ولا زالت مستمرة من سامسونج دير يلعبها هناك في الجهة اليمنى، وصلت لمنطقة ال18، وهنا العرضية خاطئة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. نعم، محاولات هي مستمرة بهذه الطريقة. يحاول نادي النفط أن يعدل نتيجة المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وها نحن أحبتي نلعب بالدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول. هو التقدم مستمر بهدف دون رد لمصلحة نادي نفط البصرة. للأمام طويلة الكرة هناك تحت أقدام اللاعب كلوس، يلعبها حسام جاد الله، يخطب هذه الكرة من حسام، ممكن مرة ثانية لنفط البصرة، فهل يفعلونها البصرة هنا بملعب الفيحاء؟ مصطفى هادي يعيد الكرة، هادي تحت أقدام اللاعب كوامي بونسو، ومن مصطفى هادي مرت لحسام، حسام تأتي بالعرضية وهنا خاطئة وصلت للاعب غالب لنادي النفط. من عمار تنقطع من علاء، علاء راح وعمار، صراع ما بين عمار وعلاء، علاء وعمار، هناك خطأ للاعب علاء. اوكي حسام، اوكي يلا جود باتك يلا. شاهد هذه الإعادة بعد تدخل اللاعب عمار، والكرة غادرت أرضية الملعب. هي تعود الآن أحمد فاضل، هناك مصطفى عبد الجليل يلعبها، تتهيأ الآن لحسام مالك، يلعب الكرة لأنجومبي، أنجومبي مرت، أنجومبي عدت وإيزاكيل، بينما هنا صافرة وخطأ. سامسون دير، أو هذا دير، نعم سامسون دير النيجيري، لاعب اللي يمثل نادي نفط الوسط الموسم الماضي بعد الاشتراك ما بين لاعب انجومبي وسامسون دير، هذا الكاميروني والنيجيري. كرة للأمام، الارتقاء يأتي الإبعاد من اللاعب محمد السعيد، وتتخلص من أكيري بنيامين أكيري، وغادرت أرضية الملعب. عمار غالب يترك هذه الكرة، عمار لفاضل كريم، فاضل كريم ملعوبة من فاضل هناك باتجاه وليد كريم، يحاول من وليد كريم قائد الفريق، وتعود لإيزاكيل، ينتظر هنا تأتي العرضية من إيزاكيل باتجاه كرار رزاق يلعب والكرة بالراس، غادرت أرضية الملعب، طالت وبعيدة على مرمى الحارس سام مهدي. تغادر أرضية الملعب هذه، نعم شاهد الإعادة، وهذه الرأسية التي غادرت أرضية الملعب من اللاعب نيد فريكي، لاعب نيجيري اللي يمثل نادي القوة الجوية، ذلك في الموسم الماضي، واحد من اللاعبين المميزين مع نادي النفط بهذا الموسم. نيد فريكي والكرة بالراس، تعود من نيد في وسط الملعب، هي الآن جومبي يلعب حسام جاد، نعم حسام سدد، سهلة لعلي ياسين، تسديدة حسام جاد الله وصلت سهلة للحارس علي ياسين، تتخلص الآن، وهنا المحاولة، هنا العبور لا زالت لمصلحة نادي النفط. عمار غالب يحاول في هذه اللحظات من عمار غالب، والكرة طالت يا عمار، الكرة طالت يا عمار غالب. صراع، نعم، من أجل البقاء في دوري نجوم العراق، وهناك الصراع يشتد بين الأندية
التي تحتل المراكز الخمس الأخيرة بين نفط البصرة ونادي الكرخ وكذلك نادي القاسم وأربيل وكربلاء. كذلك هذه المنافسة تشتد ما بين هذه الأندية التي تتنافس من أجل البقاء في دوري نجوم العراق. وهناك الكرة عادت ولتغادر أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. سلامة لعلاء أو حسام جاد الله. سلامة للاعب حسام جاد الله، سقط أرضا وحكم المباراة يطلب من الفريق الطبي أو المعالج يدخل لأرضية الملعب. سلامة اللاعب حسام جاد الله نادي اللاعب نادي نفط البصرة وصاحب الهدف الأول والوحيد في المباراة. حكم المباراة يعلن عن إضافة 5 دقائق وقت إضافي. نتحدث عن نادي النفط. هذا الفريق عنده مباراة أيضا مؤجلة أمام نادي الطلبة، وكذلك أيضا عنده مباراة نصف النهائي في بطولة كأس العراق أمام نادي الشرطة، فهو فاز ب10 مباريات. سلامة للاعب حسام يترك أرضية الملعب. فاز على نادي الطلبة في مباراة الذهاب 2-1، وأيضا فاز على الشرطة. يلا حسام يلا. فاز على كربلاء 2-0، وأيضا على النجف 2-1. أكبر نتيجة فاز بها هذا الموسم هي 4-0 على نادي نفط الوسط، وكذلك 3-2 على نادي القاسم. من النتائج الكبيرة التي حققها هذا الموسم. هناك عدت هذه الكرة الآن وتصل مصلحة نادي النفط. من النفط ما زالت الأمور مستمرة. غيابات كذلك مؤثرة بصفوف نادي النفط، وأيضا فولابي لاعب النفط وهداف الفريق عن أهداف هذه المباراة. سلامة لاعب فولابي وكيكي هداف الفريق وواحد من هدافي دوري نجوم العراق، عنده 14 هدف. وكذلك هذا اللاعب عنده هاتريك في شباك نادي نفط الوسط، واليوم غائب عن هذه المباراة يتلقب محبتي. هناك الكرة التي تذكر بها اللاعب فاضل كريم، والخطأ كان على اللاعب فاضل كريم باللقطة الماضية على رعد. هنا على رعد يلعب هذه الكرة الآن، ولا زالت المحاولة مستمرة من جديد بنقلة أخرى. صح صح. يلا علاء يلا علاء. تعود عافية علاء عافية أمامية، يلا هنا لكن غادرت أرضية الملعب. روح حسام روح. قريبة الكرة من حسام مالك. حسام مالك يلعب حسام، تنقطع الكرة وتترك بأقدام الكابتن حسن داخل، ومن أحمد فاضل. أحمد فاضل ملعوب الكرة من أحمد وتنقطع لتعود أحمد هنا تحت أقدام المدافع كوامي بونسو. يصطحب أكيري، بنيامين أكيري. مرت الكرة يا بنيامين أكيري لمصطفى هادي باتجاه مصطفى هادي، يحاول المرور هناك من الجهة اليسرى. تأتي العرضية وأرضية غادرت هناك الإبعاد يأتي بالرأس وتغادر أرضية الملعب. لا زالت فتعود. كادت تغادر ولكن هنا عادت في وسط الملعب مرة أخرى. المحاولة لمصلحة نادي النفط، يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة، بينما التقدم لا زال مستمر لمصلحة نادي نفط البصرة بهدف اللاعب حسام جاد الله. يعود لأرضية الملعب من جديد، وهنا نقلة تحت أقدام اللاعب كلوسا أجوبوزو. يلعبها طويلة للأمام، الارتقاء بالراس تصل هناك للمدافع بنيامين أكيري. هذا هو بنيامين أكيري الأفريقي. وبعد هذا التدخل يأتي الإبعاد، تخلص هناك من مصطفى هادي وغادرت أرضية الملعب. هناك راية للمساعد ضياء غالب، ومصطفى يخاطب حكم المباراة. كان يقول للمساعد شاهد يا كابتن ضياء اللقطة الماضية. بعد التدخل هذا مصطفى عبد الجليل، الواضح هنا بالصورة مصطفى
يلعبها من مصطفى عبد الجليل بوسط ملعب نجومبي، يحاول يتراجع لخط الوسط، بينما وليد كريم كذلك يتراجع للوسط، يستلم هناك ويسلم للأمام. وهنا صافرة لحكم المباراة بعد التدخل من اللاعب نجومبي، وصافرة حكم المباراة كانت هناك بخطأ على اللاعب الكاميروني من حسن داخل، وكرة بالراس يأتي الإبعاد، تخلص من حسام جاد الله طويلة، حسام جاد الله خلف، وهنا عادت تحت أقدام اللاعب حسن داخل من حسن داخل، ونقلة للأمام يا حسن داخل لحسام جاد الله براسية، أحمد فاضل تتهيأ لحسام مالك وتعود هنا بأقدام اللاعب سامسون دير. وهناك صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي نفط البصرة بهدف اللاعب حسام جاد الله خلف. أكيد سنعود بالشوط الثاني كما يقال شوط التكتيك، شوط المدربين، ولكن أحبتي بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. يلعب كرة طويلة، محاولة الآن، فلاح يرتقي وهي جول والراية تأتي. مرتضى قصاد في موقف متسلل وبالتالي يلغى الهدف مع جول 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 مرتضى قصاد هذا الحصاد ينجح في وضع الكرة في الشباك، وهدف لفرقة نادي القاسم، هدف للفرقة البيضاء، هدف لأسود بابل، هدف لأسود سورة. الآن يأتي الهدف، الآن يدون الهدف. مرتضى قصاد في تمام الدقيقة 18 الحكم أعلن عن الهدف، وإلا الهدف كان قبل ذلك أيها الحكيم، كان قبل ذلك يا أيمن. مباراة البقاء، مباراة الصمود، مباراة الاستمرار، مباراة الانتصار. هذه كرة تلعب عالية، وصلت إلى من؟ إلى فلاح هنا حاول عليها وقصاد ينتظر، وفي المرمى هنا الكرة وصلت. هنا مرتضى قصاد كان ينتظر أن تكون ماذا؟ أن تكون هدف، والآن هي هدف، الآن هي في المرمى. وعالية الكرة، متابعة بالراس، جول يأتي للعندليب، وسامر محسن يسجل في مرمى فريق السابق، سبق وأن سجل للقاسم في نفط الوسط، الآن يسجل لنفط الوسط في مرمى القاسم. خطأ في التقدير من أحمد شاكر واستغراب من أيمن الحكيم. لماذا كل هذا ويأتي هدف التعادل الآن 1-1 يا سامر؟ لا يحتفلون، لا يفرحون، لأن العزاء كبير، لأنها المغادرة، ولأن العندليب بدأ يعد العدة. الكرة الآن في المرمى، لاحظ الكرة ردت من العارضة، لكن أين المتابعين؟ أين المتابعين؟ هنا الخروج الذي لم يكن حاسما، ردت العارضة. هنا تلعب الآن تسديدة قوية، هذا الفريق لا يغادر، هذا الفريق كيف ذهب، وعبد الواحد يسجل هدفا من ذهب، يصطاد أحمد شاكر هدفين لهدف. العندليب يريد أن يترك بصمته قبل المغادرة، لا يريد أن يرحل وحيدا، يريد أن يتمسك بأندية أخرى معه. الآن يقلبون الموازين. لاحظ هذه كرة لف دار وسدد كرة سكنت دار. الحارس أحمد شاكر قوية بالقدم اليسرى، هذا عبد الواحد حاول مع أحمد شاكر، والكرة رايحة للجول. لا تحاول يا عزيزي، فالذي أمامك لا يخطئ الشباك، لا يخطئ المرمى. وحسين عبد الواحد يسجل الآن، يضع الكرة في المرمى الآن. ذهبت إلى ركنية، التعادل يا رشيد،
التعادل يا هداف، التعادل يا منقذ، التعادل يا صفقة الموسم بالنسبة لفريق القاسم. يأتي التعادل، يسجل التعادل ليفرح الحكيم، لينجح الحكيم في إبقاء هذا الفريق. لو استمر في الانتصار، لو استمر في الوصول. هنا الكرة التي لعبت من مؤمل عالية بالرأس في الأولى، والثانية في مرمى زهير. القائم لطالما تعاطف مع نفط الوسط، لكن في هذه المرة رد الكرة إلى سيف، رد الكرة للذي لا يرحم. هذا كان يبحث عن واحدة قريبة لمرمى فريق الحدود. حسن عبد الكريم حاول إيجاد المساحة للتسديد على المرمى. حسن عبد الكريم عادت لعلي محسن، يسدد على المرمى، جول! النوارس تحلق في هذه اللحظات. أي كرة أي كرة أي كرة عن طريق علي محسن، أي هدف من علي محسن. الله 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 الله، هدف ولا أروع، هدف ولا أروع عن طريق علي محسن. الله على هدف جميل لعلي محسن في مرمى الحدود في هذه اللحظات، من مسافة بعيدة يسدد كرة قوية تسكن شباك مرمى الحدود. الله على علي محسن، الله على هدف جميل لعلي محسن في مرمى الحدود أمام فرحة جماهير الزوراء في هذه اللحظات. علي محسن بهدف رائع، وسجل أيضا هدف من خارج منطقة الجزاء على الطلبة. اليوم يأتي ويسجل هدف ولا أروع في مرمى فريق الحدود. الله على كرة جميلة وتسديدة قوية من علي محسن يسكنها شباك مرمى الحدود بهدف ولا أروع عن طريق اللاعب علي محسن. علي محسن الزوراء ب10 لاعبين، وبداية الشوط الثاني. محمد رضا على التنفيذ لركلة الجزاء للزوراء، يتقدم محمد رضا ويسجل هدف ثاني للزوراء. جول ثاني للنوارس، هدف ثاني للنوارس، وتحلق بنقاط المباراة النوارس، والتحليق بنقاط المباراة من خلال هذا اللقاء على حساب الحدود. وانتصار جديد، انتصار جديد، انتصار جديد مع المدرب عصام حمد. بكل شيء جديد فريق الزوراء مع عصام حمد، من خلال النتائج، من خلال الانتصارات، من خلال جمع النقاط مع عصام حمد يصل إلى النقطة 41. عصام حمد بهذا الانتصار يصل إلى النقطة 41، ومجموع نقاط مجموع نقاط الزوراء بمجملها مع المدرب حسام البدري ومع عصام حمد الآن أصبح في رصيد 72 نقطة، يتساوى مع القوة الجوية اللي يتقدم الآن على أمانة بغداد بهدف لا شيء، بهدف لا شيء. هل يكسر القيود محمد داود داخل منطقة ال18؟ محمد داود، هذا هو محمد داود، نعم يسجل الهدف الأول. محمد داود لنادي النجف، كما ذكرتها صعب النجف، صعب حتى وإن لعب خارج الديار. هاي السنة كل الصعب، هاي السنة كل الصعب، كان نازل بخطة حرب يحصد نقاطه من يطب بأهدافه يقلبها قلب. هذا النجف معلومة من النجف، نعم من النجف ملشومة، تبقى الفرق ملشومة أمام النجف. مر عدى سدد بقوة وسجل الهدف الأول. محمد داود يسجل، محمد داود الهدف الأول لغزلان البادية، أول أهداف المباراة. الله 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 يا محمد داود، يسجل الهدف الأول لغزلان البادية محمد داود، والهدف الشخصي نعم التاسع لهذا اللاعب. وصلت الآن شيركو كريم، يحاول من شيركو، مونتيرو يلعبها، ومرت هناك لمصلحة تربيل، التعادل، جول! وعاد شيركو
الخبرة يعود، الخبرة يعود. شيركو كريم نعم يسجل هدف التعادل، يعدل كفة المباراة. شيركو كريم يعدل نتيجة المباراة، لن ينتظر كثيرا ويعود ليعدل نتيجة المباراة. من الخبرة من القائد شيركو كريم يعود بالمباراة، يعود ويعدل نتيجة المباراة. شاهد المرور، شاهد تمريرة البرازيلي مونتيرو، مرر هذه الكرة بذكاء، مرت من الجميع، وصلت لشيركو كريم ووضعها في المرمى في الزاوية البعيدة، فاجأت حتى سرهنج محسن، والكرة دخلت الشباك وسجلت أول أهداف المباراة لأربيل. والتعادل، التعادل لأربيل، 1 أربيل 1 للنجف عن طريق اللاعب شيركو كريم. وشيركو أيضا الهدف الشخصي الثامن لهذا اللاعب لموسم 2023 2024. أيمن انطلق، أيمن بينه وبين المدافع، أيمن بينه وبين المدافع، أيمن مرر، هذه حلوة حلوة، الله 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 الله، هذه حلوة 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 للقوة الجوية. جول بالعشق، لو حبيت بس انت حبك، بالعشق لو حبيت بس انت حبك، ازرق غيرك ما نحب، لا ما عمل لك. هنا الاعادة، اي والله ايمن انطلق، ايمن انطلق، شوف ايمن، شوف ايمن، مرر الكرة بايش لحسين جبار، هوبا الله عليك يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حطها ابو علي، حطها بهكذا طريقة ممتازة وجميلة. الله 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 على جمال الهدف، الله على روعة الهدف لحسين جبار، هدف السابع هذا الموسم مع الكرة الأولى. بعد ذلك التمرير وآمن، ثم تبقى المحاولة خطيرة خطيرة خطيرة، جول، الله، جول ثاني، هدف ثاني للسروري، أحمد السروري، أحمد السروري من اللمسة الثانية، من اللمسة الثانية البديل الناجح يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني للقوة الجوية من خلال هذه المباراة، ويؤكد الانتصار، يؤكد الانتصار، يؤكد النقاط الثلاث. شوف استلم الكرة باليمين وسدد باليسار على يسار حارس المرمى حسين عباس، اللي حاول مع الكرة ولكنها كانت في الزاوية، كانت بعيدة، ليتقدم القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء. خلاص تأكيد الانتصار. هجمة الآن مهدي، بينية حلوة خطيرة، جول، هدف أول، هدف أول، هدف أول يسجله علي مهدي، علي مهدي بالدقيقة 18 من عمر المباراة، رقم 18، وبالدقيقة 18 علي مهدي يسجل أول أهداف المباراة، ويسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك الأمانة. اليوم يسجل هدف الثاني في شباك الكهرباء، هدف شخص ثاني وهدف أول للطلبة في شباك الحارس عمار علي. أول أهداف المباراة لمصلحة الطلبة. شوف الكرة اللي لعبت ما بيها تسلل، توغل من بين المدافعين ولعبها بذكاء إلى العمود البعيد وأحرز الهدف الأول. مهدي كامل يصنع الهدف الأول من مهدي لمهدي، والرقم 18، وبالدقيقة 18 يسجل أول أهداف المباراة. 1 الطلبة لا شيء الكهرباء. لعوب الكرة مهدي، نهاد إلى مهدي، يا سلام مهدي، جول
جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول. هدف ثاني بجملة، ولا أروع ولا أجمل. هاتوا خذ مع نهاد، وكرة حلوة بيسارية مهدي كامل اللي يحرز الهدف الثاني بالدقيقة 38. مهدي كامل يعني اليوم الأهداف مهدي كامل 19 ضربة في 2 38، وبالدقيقة 38 شوف الكرة حلوة، شوف نهاد شلون هيها حلوة، وبيساريته يلعبها على العمود البعيد بذكاء ودهاء. حلوة 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 من مهدي. مهدي سجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل في شباك الكرخ والشرطة والحدود، يسجل في شباك الكهرباء. 2 الطلبة لا شيء الكهرباء. 2 الطلبة لا شيء الكهرباء. رغم بدايته في كلا الشوطين الأول والثاني كانت بداية جيدة. محمد جواد، محمد يحاول وجول. هدف ثالث هدف ثالث هدف ثالث للأنيق، وبأناقة رائعة من محمد جواد. محمد جواد يسجل بالدقيقة 78 هدف التقدم الثالث وهدف الشخصي السادس بعد أن سجل في شباك الكهرباء ودهوك نفط ميسان والحدود ونفط الوسط. يسجل في شباك الكهرباء الهدف الثالث، و6 أهداف لهذا اللاعب، 3 الطلبة لا شيء الأنيق. وهدف رائع، هدف جميل من محمد جواد بكرة جميلة لعبها من زاوية صعبة تمر إلى سقف المرمى. شوفها بالإعادة ما بها تسلل، شوفها بالإعادة، شوف مع الانطلاق ما بها تسلل، ومر من وراء المدافع ولعبها بيساره إلى سقف المرمى من زاوية صعبة تعانق الشباك وتحرز 3 الأهداف، و3 أهداف أنيقة للأنيق في لقاء اليوم. نوري وعلى التنفيذ من عمر نوري. عمر نوري نور الطريق للكناري. هذا الكناري يسجل الهدف الأول. عمر نوري هنا بملعب الكناري. هذا بيته، هذا داري، هنا أمام الكناري. قاسم وما هي خطة المدرب هيثم الشبول لمجريات الشوط الثاني؟ وهنا انطلقت صافرة حكم المباراة أحمد جمعة، هو من يضبط هذا اللقاء، ويساعده الدولي كرار عبد الكريم، والمساعد الثاني ضياء غالب، بينما الحكم الرابع مهند مناف. وهناك بغرفة الفار أمجد كامل وحيدر عدوان، مقيم الحكام الدولي السابق جليل صيفي. الشوط الثاني هو شوط التأسيس لنتيجة المباراة وشوط البحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة. هذه الكرة عدت هناك باتجاه اللاعب مصطفى عبد الجليل، وكذلك مصطفى هادي غادر أرضية الملعب، وأشرك اللاعب صادق زامل بالشوط الثاني. صادق زامل اشترك الآن، لاعب خبرة. صادق هو من اشترك الآن بالشوط الثاني بدلا من اللاعب مصطفى هادي. وهذه الكرة للأمام، هناك يأتي الإبعاد تتخلص الارتقاء، عادت هنا بأقدام اللاعب نجومبي وسامسونج دير يحاول، بينما الكرة انقطعت من صادق وعادت هناك تحت أقدام اللاعب إيزاكيل من اللاعب كلوسا، يحاول بهذه اللحظات يلعبها هناك من رضا، تعود لإيزاكيل لمصلحة نادي النفط. عدت الكرة للنفط ولا زالت مستمرة من الجهة اليسرى. هناك العبور، هناك المحاولة، تنقطع من نفط البصرة وللأمام براسية إيزاكيل. عادت الكرة من مصطفى هناك لوليد كريم ويأتي الإبعاد، تتخلص الكرة للأمام وبالرأس هناك من كلوسا للاعب نجومبي، لكن عادت هناك بنقلة من اللاعب فاضل كريم وملعوبة أمامية تحت أقدام اللاعب وليد كريم، هو من يحاول من وليد كريم. وهناك صافرة لحكم المباراة وللمساعد حكم اللقاء كذلك الحكم أحمد جمعة.
هو من يضبط هذا اللقاء وهو من يدير هذه المباراة. كما ذكرنا هذه المباراة السابعة في دوري نجوم العراق، سابع مباريات حكم وسط، عنده 14 مباراة حكم رابع، 20 مباراة حكم فار بهذا الموسم. وكذلك اليوم يضبط هذا اللقاء بين نفط البصرة ونادي النفط في الديربي النفطي في مباراة الأشقاء هنا بهذه المباراة، لكن نفط البصرة المتقدم بهدف من خلال الشوط الأول. سجل الهدف اللاعب حسام شات الله، وصلت لحسام مهدي، من حسام يلعب الكرة طويلة، هذا حسام مهدي هنا بملعب الفيحاء، عادت الكرة من صادق وهناك تتخلص بنقله. جومبي يحاول الآن لمصلحة نفط البصرة، طالت على حسام، هل يستطيع؟ ولكن ضاعت بعيدة على حسام شات الله وغادرت أرضية الملعب. عنده 5 أهداف مع نادي نفط البصرة، وهو أيضا مثل نادي نفط بغداد في المواسم الماضية وانتقل لنفط البصرة، وحتى عندما سجل الهدف الأول والوحيد بالمباراة رفض الاحتفال أمام فريق السابق هناك بنقلة. وصلت الآن للاعب فاضل، من فاضل كريم تنقطع، وهناك محاولة أخرى لا زالت مستمرة، فاضل يحاول، وهناك حيدر حسين من حيدر حسين، وكذلك هناك بطاقات أيضا عند المدرب هيثم الشبول، ربما هناك اللاعب مرتضى ماجد، وعنده في الدكة أثير صالح، كذلك حيدر أحمد سالم وأحمد سعيد وأحمد زامل. هذه البطاقات نعم عجبا للكابتن هيثم الشبول، لم يزج بأحمد زامل وأحمد سعيد جناح الطائر، واحد من اللاعبين المميزين. هناك كذلك أثير صالح، ربما بطاقات تكون رابحة تعزز خط الهجوم لنادي نفط البصرة. هذا إذا أراد كسب النقاط الثلاثة لابد أن يدفع بالهجوم للأمام، ولا بد أن يحقق هدف ثاني. وكذلك دكة المدرب باسم قاسم، هناك علي رحيم، عمار داخل، وعنده جوزيف، وعنده حسين طارق، أيضا المدافعين، وأحمد عبد الرضا. لكن هنا التنفيذ لهذه الكرة من اللاعب فاضل كريم لنادي النفط. بهذه اللحظات النفط يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة وصافرة لحكم اللقاء، يطلب من حسام مالك أن يتراجع. حسام بهذه اللحظات وحكم المباراة يقول تراجع يا حسام، قف هنا بهذا المكان يا حسام ولا تتحرك. بينما رضا فاضل كريم على التنفيذ، ملعوبة من فاضل، والكرة بالرأس يأتي الإبعاد، طالت هناك وتعود حيدر يحاول بهذه التسديدة بقوة، عدت وغادرت أرضية الملعب. تسديدة قوية من مكان بعيد، هنا سقوط اللاعب أحمد بهذه الكرة الماضية بعد سقوط اللاعب صادق زامل، وهناك جومبي ساقط على أرضية الملعب بعد الاشتراك ما بين لاعبين نادي النفط ونفط البصرة. السلامة لينجومبي، سلامة لكل اللاعبين، التقدم بهدف واحد دون رد، والمباراة ما زالت مستمرة حتى الآن بين نفط البصرة ونادي كذلك نادي النفط. هناك الكابتن سالم يروز يتحدث مع الكابتن هيثم الشبول مدرب نادي نفط البصرة، الذي يبحث عن تعزيز النقاط الثلاثة، وهل ينجح بخطف النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم. هذه كرة عدت أخرى، الارتقاء يأتي بالراس من اللاعب كوامي بونسو، كوامي يلعبها وتعدي هنا من حسام مالك، يتراجع من حسام مالك وبنقلة وصلت هنا لصادق زامل. صادق الاحتفاظ بالكرة تحت أقدام اللاعب صادق زامل، هو من يحاول من الصادق، والكرة لحسام مالك، لا زالت الكرة بأقدام حسام، هل تأتي العرضية؟ بينما غادرت أرضية الملعب. الإبعاد وركنية لنادي نفط البصرة، ركنية
لنادي نفط البصرة. الأمور مستمرة حتى الآن بهذا التقدم وبهذا الحال وبالهدف الوحيد بالمباراة، ونفط البصرة يبحث عن هدف ثاني من خلال هذه المحاولات من حسام جاد الله وكذلك من حسام مالك. هذا الثنائي الجميل واللاعبين الخبرة مع نادي نفط البصرة، وركنية هو على التنفيذ كابتن الفريق حسام مالك وصافرة حكم المباراة. وتأتي هنا العرضية من حسام، كرة بالرأس وغادرت أرضية الملعب. ركنية أخرى لنفط البصرة بعد الاشتراك مع اللاعب حسام جاد الله، ويتحصل على ركنية الآن لنادي نفط البصرة. شاهد كيف تأيد الكرة من علاء رعد، وكانت هناك العرضية من حسام مالك، لكن الارتقاء والإبعاد للكرة كان هناك من اللاعب كلوسا أجوبوزو التوغولي، وغادرت أرضية الملعب. والآن الركنية تعود مرة ثانية لمصلحة نادي نفط البصرة. حسام هو على التنفيذ، حسام مالك يلعب هذه الكرة من حسام، تتهيأ، عادت، انقطعت، وبتسديدة مرة أخرى، لكن هناك محاولة تعود وحسام مالك يحاول، بينما كفاضل كريم هناك بالملاصقة مع حسام، وراية هناك راية وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. كرار رزاق كان وفاضل هناك وصافرة حكم المباراة، والراية والخطأ لمصلحة اللاعب حسام مالك. هذا الخطأ على اللاعب فاضل كريم. شاهد تدخل وعرقل من الخلف وصافرة حكم المباراة، وراية المساعد كانت حاضرة كابتن ضياء غالب باللقطة الماضية. الخطأ لمصلحة اللاعب حسام مالك. نفط البصرة يبحثون عن هدف ثاني للاطمئنان على نتيجة المباراة، وكذلك نادي النفط يريد أن يعدل نتيجة المباراة حتى يتقاسمون نقاط هذه المباراة، أم ستستمر الأمور؟ شاهد هناك الكابتن أحمد جمعة يشير لشيء في المباراة وتغيير. نعم، على ما يبدو أحمد فاضل سيترك أرضية الملعب، وحيدر أحمد سالم سيشترك الآن. حيدر أحمد بدلا من الكابتن أحمد فاضل يغادر أرضية الملعب اللاعب الخبرة، ويشرك اللاعب الشاب حيدر أحمد سالم بهذه اللحظات. حيدر أحمد سالم بدأ المدرب هيثم الشبول بزج بطاقاته التي دائما ما تكون هي البطاقات الرابحة والتي تغير المباريات بالنسبة لنادي نفط البصرة. فعدت هناك حسام يحاول من حسام، انقطعت كرة من كرار، وعدت يا حيدر في وسط الملعب مستمرة لمصلحة نادي النفط من وليد. هناك تعدي حيدر حسين يحاول مع عمار غالب، الكرة لمصلحة نادي النفط داخل منطقة ال 18، والتسديدة بعيدة بعيدة، غادرت أرضية الملعب يا حيدر حسين. ضاعت يا حيدر حسين، غادرت أرضية الملعب. جاء من الخلف وحاول العبور ومر على اللاعب بنيامين كيري وسدد بقوة، لكن إلى خارج أرضية الملعب. هي غادرت أرضية الملعب يا حيدر، وتعود هنا نقلة، والإبعاد يأتي من اللاعب كوامي بونسو، والخطأ هناك بوسط سلامة اللاعب حسام مالك بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب حسام مالك كابتن الفريق. يتعرض للإصابة حسام بهذا التدخل وخطأ لنادي نفط البصرة. سلامة اللاعب، ذكرنا عدة مواجهات وعدة لقاءات جمعت الفريقين. هذا اللقاء رقم 24 بين النفط ونفط البصرة. النفط فاز ب 11 لقاء، ونفط البصرة حقق الفوز ب6 لقاءات وحضر التعادل ب6 لقاءات. بينما نتحدث عن فوز نفط البصرة بموسم 2010-2001، وسجل أحمد كاظم هدفين، وأحمد حسن سجل الهدف الوحيد لنادي النفط بتلك المباراة لمصلحة نادي النفط، ومن حقق بتلك النتيجة
بهدفين مقابل هدف للجماهير الحاضرة، وكذلك 1-0 أيضا بموسم 2016 لنادي النفط يوم سجل أيمن حسين، و2-1 هذه نتيجة تكررت أيضا 3 مرات لنادي نفط بغداد بموسم 2013 وأيضا بموسم 2015 يوم سجل مازن فياض ومصطفى جودة وباسم علي سجل الهدف الوحيد لنادي النفط بتلك المباراة. وهنا كذلك الكرة تلعب من حسام مهدي، وسنكمل بقية اللقاءات والنتائج التي جمعت الفريقين بعد ما تكون هناك فرصة للحديث عن معلومات ونتائج ولقاءات الفريقين. لكن الآن بعد ما مرت هذه الهجمة سلامة لحسام شات الله، وهنا الكرة لمصلحة نادي نفط البصرة. هذا إيزاكيل وسامسون دير بالكرة الماضية. نادي فريق اليوم لن يظهر بمستواه المعهود مع نادي النفط، والجانبية التماس ملعوبة من صادق هي تحت أقدام اللاعب بنيامين أكيري. عادت بوسط الملعب محمد سعيد من محمد سعيد هناك باتجاه علاء رعد، من علاء رعد يلعب كرة طويلة من حسام لكن الابعاد يأتي من وليد كريم وتغادر أرضية الملعب. وليد كريم يتراجع للخلف، وليد كريم تراجع للخلف نعم ليغطي مع المدافعين، لكن قرار رزاق لوليد كريم وهناك خطأ لمصلحة اللاعب يمين وعلى اللاعب حسام جاد الله. بالكرة الماضية الخطأ على اللاعب حسام. شاهد الآن بعد هذه اللقطة وكان هناك تدخل بالكرة الماضية. مستمر الأمور بهذا التقدم وبهذا الهدف الوحيد بالمباراة. هذه الكرة عدت هناك لعمار يحاول ويعيد الكرة عمار من عمار ونقلة لرضا لحسن. هناك حيدر حسين، عادت من حيدر لعمار غالب. عمار بتمريرة. محاولات نادي النفط بوسط الملعب وبناء الهجمات التي تنطلق من منتصف الملعب. هناك على الأطراف كرار رزاق والعرضية تأتي، وهنا الخروج لحسام مهدي. سلامة بعد الاشتراك مع الحارس حسام مهدي بالكرة الماضية. شاهد هذه العرضية وهذا الخروج والتألق للحارس حسام مهدي من كرار رزاق، لعبها بطريقة جميلة وذكية من كرار رزاق، لكن سقوط الحارس بعد الارتقاء الجميل وخطف الكرة من أمام لاعبين نادي النفط. شاهد حتى الآن تقدم نادي نفط البصرة بهدف، ونادي النفط يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة. هذا التقدم أكيد يفيد نادي نفط البصرة كثيرا بهذه المباراة. في حال حقق النقاط الثلاثة سيكون برصيد 31 نقطة، هو يبقى بالمركز 18 لكن تبقى عنده مباراتين. الجولة القادمة يلعب أمام نادي الكرخ ومن ثم يواجه نادي الكهرباء. الجولة الأخيرة على ما يبدو هنا سيشرك اللاعب علي رحيم وجوزيف. نعم كذلك ترك أرضية الملعب نيد فريكي اليوم لم يكن بمستواه، وأيضا جوزيف يشترك بدلا من اللاعب نيد فريكي، وكذلك أيضا غادر أرضية الملعب حسن داخل غادر أرضية الملعب وزج باللاعب علي رحيم وجوزيف أكومات الغاني. جوزيف وعلي رحيم يشتركون الآن. تغييرات المدرب باسم قاسم الجنرال لقطة الماضية، وهناك أيضا ستكون تغييرات للكابتن هيثم الشبول الأردني. ملعوبة الكرة وللأمام، وصلت هناك، غادرت أرضية الملعب يا علاء رعد. طالت من علاء رعد، لعب أيضا مع زميله علي ياسين عندما كانوا في نادي الزوراء، لكن علي ياسين انتقل لنادي النفط،
هذا مثل نادي نفط ميسان ومن ثم انتقل لنادي نفط البصرة. اللاعب علاء رعد أمامي الكرة وبراس محمد سعيد، عادت هناك إيزاكيل يلعبها وتعود بنقلة أخرى حيدر أحمد سالم، ومرت هناك لحسام. حسام يحاول من الجهة اليمنى، حسام لحسام مالك، حسام جاد الله لحسام مالك، يحاول لاعب الخبرة داخل منطقة ال 18 تنتهي الكرة من صادق زامل والتسديد من مكان بعيد، روعة للاعب البديل. نعم سدد بقوة وجميلة من حيدر أحمد سالم، كادت أن تضيف هدف ثاني في المباراة. شاهد تمريرة الخبرة من اللاعب حسام مالك وسدد بقوة حيدر أحمد، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. تعود بالعكس أكيري، بنيامين أكيري وصلت هنا من اللاعب بوسط الملعب جوزيف أكومادو، من جوزيف يلعبها وتصل هناك الابعاد من محمد سعيد، هي الابعاد حاضر للكرة تتخلص وتعود مرة أخرى بوسط الملعب. علي رحيم، عادت من اللاعب كلوسا، من كلوسا وجوبوزو، كرار رزاق من كرار، ارتدت الكرة من حسام مالك وهناك نجومبي بالملاسة. نعم وصادق زامل، صادق زامل هناك نعم خطأ، تحركات خلاص شبه معدومة للاعب الجومبي. نعم من الأفضل أن يكون هناك زج اللاعب أحمد زامل أو أحمد سعيد، لكون هذا اللاعب يمتلك سرعة ومهارة، في حال إذا اشترك ممكن أن يكون شاغل لدفاعات نادي النفط، فتجد غياب اللاعب نجومبي بهذه التحركات لم يكن بمستواه المعهود مع نادي نفط البصرة. وهناك الكرة وصلت لأحضان الحارس حسام مهدي وكذلك الكابتن باسم قاسم بعد ما أشرك اللاعب علي رحيم وجوزيف، وأيضا ممكن أن يكون هناك إشراك للاعب عمار داخل بالدقائق المتبقية من الشوط الثاني. هذه الكرة للأمام وصلت هناك بالراس، تخلص من حيدر وتعود إيزاكيل يلعبها بأقدام اللاعب كرار رزاق، يتراجع كرار رزاق لعلي ياسين، وهنا نجومبي يحاول من نجومبي لكن طالت الكرة على اللاعب فاضل كريم وغادرت أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب يا فاضل كريم. تعال فاضل. والتسديدات والمحاولات هي مستمرة بوسط الملعب. نفط البصرة متقدم بهدف ونادي النفط يبحث عن هدف، بينما هناك من حسام حيدر أحمد يتراجع بهذه الكرة من حيدر أحمد وتعود هنا تنقطع من اللاعب حيدر حسين، يلعبها من حيدر حسين وعادت الآن كرار رزاق، كرار يا رزاق. إيزاكيل بوسط الملعب، نقلة من إيزاكيل قصيرة كرار رزاق، هو يتوغل ويعيد الكرة لسامسون دير. إيزاكيل مثلثات داخل أرضية الملعب قصيرة ما بين لاعبين النفط، وهنا صادق زامل نعم يقوم بتخريب هذه المثلثات ويتدخل يقطع الطريق ويمنع العبور من قبل لاعبين نادي النفط، وهو من يحاول ويشتت الكرة الماضية حتى عادت هناك لفاضل كريم، مرت لفاضل كريم ملعوبة لعمار غالب، تغيير مسار الكرة للجهة اليمنى من عمار وطالت على كرار. غادرت أرضية الملعب يا كرار. هناك غضب للمدرب باسم لقطة الماضية يا باسم قاسم، كان هناك تدخل بالكرة الماضية ولا زلنا نشاهد نظرات الجنرال كابتن باسم بهذه اللحظات. أحبتي نعم العب ماوس، العب هنا للكابتن كابتن سامسون دير وملعوبة الكرة للأمام. هناك باتجاه اللاعب عمار غالب يلعبها، عمار لفاضل كريم، فاضل
ولا زالت الكرة تحت اقدام فاضل كريم، عدت من عمار وتنقطع من علاء رعد، ملعوبة بوسط الملعب لحسام، حسام مالك من حسام الخبرة، وهنا المحاولة تستمر باقدام اللاعب حسام، هو من يعتني وهو من يحتفظ بالكرة تحت اقدامه، لكن وصلت الحارس علي ياسين. نعم، عادت من علي لكرار، وملعوبة الكرة هناك من كرار للاعب جوزيف، من جوزيف لحيدر، حيدر حسين يلعب حيدر لإيزاكيل، عادت من إيزاكيل هناك بنقلة لفاضل، فاضل كريم، فاضل كريم، هل يمر هذه الكرة باتجاه اللاعب حيدر حسين أم يترك الكرة تحت أقدام اللاعب إيزاكيل؟ هنا من عمار غالب يتراوح بوسط الملعب، ولكن صادق زامل يلعب لأنجومبي، أنجومبي يقود هجوم لمصلحة نادي نفط البصرة، مرت أنجومبي، عد أنجومبي والبعض عن زميل، لكن هنا سامسونج دير بالملاصقة الفردية مع اللاعب أنجومبي، ولا زالت الكرة بأقدام أنجومبي، وصارع من أجل الحفاظ على الكرة ويتحصل على خطأ بهذا المكان الخطير بالنسبة لنادي نفط البصرة. هل يستفيد من الكرات الثابتة بهكذا أماكن؟ نعم، يتحصل خطأ بمكان خطير لمصلحة نفط البصرة. الخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. هنا لمصلحة نادي نفط البصرة. شاهد هناك توجيهات الكابتن باسم قاسم، وعلى ما يبدو سيشرك اللاعب أحمد نعيم، وهل ستكون هناك أيضا تغييرات المدرب هيثم شبول؟ ملعوب الكرة هناك بالراس تتهيأ، ولكن العارضة والكرة لا زالت مستمرة. أم هناك صافرة لحكم المباراة؟ هناك صافرة وخطأ. سلامة اللاعب سامسون دير، هذا الارتقاء وايضا الاشتراك ما بين الحارس وزميله سامسون دير بالكرة الماضية. سلامة لسامسون وهذه علي ياسين. هذا التدخل باللقطة الماضية. نادي نفط ايضا تغلب 3-0 بموسم 2017 على نادي نفط البصرة، سجل مازن فياض ومصطفى جودة، وكذلك 5-1 هي أكبر نتيجة خلال لقاءات الفريقين فاز بها نادي النفط على حساب نادي نفط البصرة بموسم 2018 17-12، يوم سجل اللاعب محمد داود سوبر هاتريك في شباك نادي نفط البصرة، سجل رباعية بشباك نادي نفط البصرة، وسجل يومها أيضا مازن فياض هدف بتلك المباراة التي انتهت ب5 أهداف مقابل هدف وحيد، وسوبر هاتريك كان لمحمد داود. لكن هذا الموسم لم نشاهد السوبر هاتريك إلا مرة واحدة نعم من اللاعب ويليام جيبور لاعب نادي الميناء، اللاعب الوحيد اللي سجل سوبر هاتريك في دوري نجوم العراق لموسم 23-24 في شباك نادي نفط الوسط. هذا اللاعب اللي سجل سوبر هاتريك، بينما الكثير من اللاعبين سجلوا هاتريك خلال المباريات التي مضت في دوري نجوم العراق. وعلى ما يبدو سيكون هناك تغيير، وعلى ما اعتقد اللاعب جومبي، وهنا المحاولة عدت، هو من سيترك أرضية الملعب، ومن أيضا من المؤكد سيشرك اللاعب أحمد سعيد في هذه اللحظات. هذه الكرة عدت، هناك نقلة لحيدر أحمد، تتخلص من حيدر أحمد وغادرت أرضية الملعب، غادرت هناك جانبية لمصلحة نادي النفط. للنفط عدت فاضل كريم، تأتي العرضية هناك لحسام وبعيدة، غادرت أرضية الملعب، الكرة غادرت أرضية الملعب. كما ذكرت أحمد نعيم سيشرك بصفوف نادي النفط، وأيضا سيسجل في اللاعب أحمد سعيد في هذه اللحظات، واحدة من بطاقات المدرب هيثم الشبول سيشرك الآن. وأيضا هناك تغييرات لنادي نفط بغداد، اشترك اللاعب أحمد نعيم وغادر كرار رزاق، وكذلك انجومبي كما ذكرت احبتي، انجومبي الكاميروني يترك ارضيه الملعب،
ويشرك اللاعب أحمد سعيد بهذه اللحظات. أحمد سعيد وفاضل كريم ترك أرضية الملعب كذلك لتغييرات المدرب قاسم وهنا تغييرات المدرب هيثم الشبول. بهذه اللحظات نجوم يترك أرضية الملعب وأحمد سعيد يشرك الآن. أحمد سعيد كانت آخر محطة أمام نادي النفط ولعب لنادي النفط، هو مثل نادي النفط ولعب أيضا لنادي نفط ميسان وللنجف ولنادي نوروز، وانتقل لنفط البصرة بعد ما كان أيضا بالموسم الماضي يلعب لنادي نفط بغداد، واليوم يكون منافس لفريق السابق. هل ينجح اللاعب أحمد سعيد ويضيف هدف ثاني لفريق نفط البصرة من خلال مباراة اليوم؟ اللمسة الأولى والتسديدة، التحدي الأول لهذا اللاعب وباللمسة الأولى من أحمد سعيد. كما ذكرت من المواهب ومن اللاعبين المميزين الذين يجيدون التسديد من هكذا أماكن. لاعب يمتلك المهارة والسرعة، ودائما عندما يشرك في الشوط الثاني يغير المعادلة للمباراة. وبلمسة أولى شاهدنا تسديدة لهذا اللاعب أحمد سعيد، هو سدد بقوة، والواضح هنا بالصورة حسام جاد الله، فهل سيضاعفون نتيجة المباراة وتصبح بهدفين دون رد نادي نفط البصرة، أم يأتي هدف ويعد نتيجة المباراة لنادي النفط؟ غادرت أرضية الملعب. شاهد هذه الإعادة لأحمد سعيد بعد ما سدد بقوة، ولكن وصلت لأيادي الحارس علي ياسين. هناك غادرت أرضية الملعب على رعد، وهنا الكابتن هيثم الشبول الأردني، وفي المرحلة الأولى درب نادي نفط ميسان، وعادت هناك خطأ حيدر الماضية وراية المساعد جانبي هذا عمار غالب. كل شيء يمضي ويداهم مجريات الشوط الثاني. محبتي والتقدم بهدف جاء بالدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول وحتى الدقيقة 75 ولا زالت الأمور مستمرة بهذا الهدف الوحيد. أحمد نعيم هذا اللاعب مثل نادي القاسم ولعب لنادي النجف. وليد كريم هناك بنقلة من وليد كريم، وتعود يا وليد ملعوبة الكرة لإيزاكيل يلعبها بوسط الملعب، نقلة من إيزاكيل لأحمد نعيم. أحمد نعيم من الجهة اليمنى فتعود اللاعب جوزيف أكوماتي، جوزيف لسامسون دير، سامسون دير وبوسط الملعب من أحمد نعيم. نقلة أخرى تعود لسامسون دير، ينتظر الآن البحث عن زميل بمنتصف الملعب. سامسون دير يتراجع ويلعب الكرة باتجاه اللاعب إيزاكيل، وهناك جوبوزو بينما علي رحيم بهذه اللحظات من علي رحيم يلعبها علي رحيم وعدت يا علي هناك لعمار ولكن تنقطع. عمار غالب عادت لإيزاكيل بوسط الملعب وسامسونج دير ينتظر، فتعود هنا نقلة من سامسونج بأحمد نعيم وبالملاصق، وهناك من يقترب اللاعب جوزيف سامسونج. عاد سامسونج دير النيجيري تعود بإقدام اللاعب علي رحيم. هنا تراجع واضح للاعبين نادي نفط البصرة، وهذا ما يريد لاعبين نادي النفط أن يمتصوا غضب وسرعة لاعبين نادي نفط البصرة ويمنعونهم من العبور لخط الوسط، وكذلك يريدون من خلال هذا الحصار بأن يتقدموا ويسجلوا هدف يعد نتيجة المباراة. لكن هناك بطاقة صفراء على اللاعب مصطفى عبد الجليل، بطاقة صفراء على اللاعب مصطفى عبد الجليل بعد الاشتراك مع اللاعب وليد كريم. اللقطة الماضية السلامة لوليد، والبطاقة كانت على اللاعب مصطفى عبد الجليل. كما تحدثنا عن أكبر نتيجة جمعت الفريقين خلال اللقاءات الماضية هي 5-1، وكذلك بموسم 2019 فاز نفط 2-1 على نفط البصرة. وبتلك المباراة سجل فرحان شكور ومحمد داوود، جاسم فيصل سجل الهدف الوحيد،
لنادي نفط البصرة 1-0 أيضا في مباراة الإياب في موسم 2019. وأيضا هذه النتيجة تكررت بموسم 21 وأيضا في موسم 21 كان الفوز لنادي النفط ب3 أهداف مقابل لا شيء. محمد وحسن داخل وأحمد عبد الرزاق وما من سجلوا الأهداف، بينما نادي نفط البصرة حقق الفوز ب5 لقاءات. وفي موسم 2010 كان 27 وراي 27. سنكمل سلسلة النتائج التي جمعت الفريقين. محبتي بعد هذه الكرة الثابتة نشاهد الآن أحمد نعيم يلعبها على التنفيذ، ملعوبة الكرة بالرأس من أحمد نعيم وهناك باتجاه جوزيف لكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب، الكرة غادرت أرضية الملعب. موسم 2013 3-1 لنفط البصرة على حساب نادي النفط. وهناك الركنية، علي رحيم هو على التنفيذ. هل يعد نتيجة المباراة من خلال هذه الكرة الثابتة من علي رحيم يلعبها ومن جوزيف تعود لعلي رحيم. البدلاء تحت العرضية والكرة بالراس طالت على اللاعب وليد وغادرت أرضية الملعب. يا ولد نصحى غادرت أرضية الملعب. شوي نصحى. يأتي تشجيع من الكابتن هيثم الشمول وتوجيهات المدرب باسم قاسم وأحمد نعيم مرة أخرى هو على التنفيذ في هذه الكرة الثابتة للركنية من أحمد نعيم لمصلحة نادي النفط في هذه اللحظات. حكم المباراة يطلب من أحمد أن يلعب. أحمد نعيم طالت يا أحمد وملعوبة من أحمد نعيم، كرة بالراس تتخلص ويأتي الإبعاد مرة أخرى. هناك من دفاعات نادي نفط البصرة وأيضا بعيدة تغادر أرضية الملعب. صادق الكفار مشنك فيه على اليمين يرفع من معنويات لاعبين نادي نفط البصرة في حال حقق نلعب طوبة. وبهذا التقدم هل يتمكن خطف النقاط الثلاثة أم يكون هناك هدف يعد نتيجة المباراة لنادي النفط في هذه المباراة؟ نشاهد حتى الآن ملعوبة الكرة من سامسون دير والكرة الأمام تبعد من أكيري بنيامين أكيري لحسام مالك. حسام مالك عادت في صادق زامل. صادق زامل يتراجع من صادق زامل والكرة غادرت أرضية الملعب. أبعدت من اللاعب جوزيف، أبعدها جوزيف أكوماتي اللاعب الغاني الذي اشترك في الشوط الثاني من أحداث المباراة. ولا زالت الأمور مستمرة لمصلحة نفط البصرة للكتيبة الحمراء بهدف مقابل لا شيء. الكرة تحت أقدام اللاعب أحمد سعيد من أحمد. هناك تعود لعلاء رعد، وصلت لأحمد سعيد الجناح الطائر بالجهة اليمنى وهناك من يعترض طريق اللاعب أحمد يتحدى ليقول لا يا أحمد تراجع. وأحمد يطالب حكم المباراة بأن تكون هناك بطاقة لكن حكم المباراة كان قريب يا أحمد والمساعد كذلك كان قريب ويرفض إعطاء البطاقة. يكون حكم المباراة هو سيد اللقاء، هو من يتحكم بأمور المباراة. عادت هنا الكرة لأحمد نعيم من نعيم ملعوبة الكرة للأمام يا أحمد والكرة غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب وتعود هناك بوسط ملعب عمار غالب من عمار غالب. وصلت الآن ولا زالت مستمرة من علي رحيم. علي رحيم وأحمد هنا بالملاصقة مع اللاعب حيدر. تنقطع يا حيدر وتعود هناك بنقلة حسام مالك. عادت لمصطفى عبد الجليل وغادرت أرضية الملعب. يتركون هذه الكرة تغادر أرضية الملعب. حسام مالك يترك هذه الكرة تغادر أرضية الملعب. شيء يلا صادق استمر في هذه المباراة حبتي والتقدم بهدف اللاعب حسام جاد الله خلف بهدف مقابل لا شيء. مرت الكرة عادت هناك من المدافع كلوسا أجوبوزو وتعود هناك مرة ثانية. عادت الكرة من بنيامين أكيري يلعبها في الجهة اليمنى. هناك لعلاء رعد ينتظر من علاء رعد حتى عدت الكرة لأحمد سعيد. أحمد سعيد مريا سعيد
هل يكون الفتى السعيد بهذه المباراة بتحقيق الفوز من خلال مباراة اليوم؟ هل ينتعش نفط البصرة ويكون سعيدا بمباراة اليوم في حال إذا انتهت الأمور ب3 نقاط؟ ممكن أن تبقى المنافسة مستمرة بهذه الكرة. عدت هناك نقلة لصادق زامل، يحاول صادق هناك صافرة وخطأ وبطاقة صفراء تشار على اللاعب أحمد نعيم، اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني يتلقى البطاقة الصفراء. أحمد نعيم هذا اللاعب البديل تلقى البطاقة الصفراء. وعمار داخل على ما يبدو، نعم عمار داخل، هو من يشترك الآن بدلا من اللاعب إيزاكيل. عمار بدلا من اللاعب إيزاكيل يشترك الآن. اشترك اللاعب عمار داخل بدلا من إيزاكيل. ذكرت الكابتن قاسم يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة، وينتظرون هل يكون هناك هدف آخر يعدل نتيجة المباراة أم هدف ثاني يضاعف نتيجة المباراة. حسام جاد الله وحسام مالك على التنفيذ. هذا الثنائي ملعوب الكرة من حسام مالك وتعود لصادق زامل. عالية الكرة هناك وتلعب الكرة من بالراس من كلوزا وجبوزو أبعدها، مرت الآن لمصلحة نادي النفط والكرة بأقدام اللاعب وليد كريم، بينما انقطعت من وليد وعادت لحسام مالك. حسام من يحاول العبور، حسام مالك هو من يرتقي ويتراجع، بينما هناك راية من المساعد حكم المباراة، راية المساعد بالكرة الماضية. حسام كان متسلل بعد الاستلام، كانت هناك راية للمساعد غالب راس. صادق زامل وين الفوز؟ خلص يا صادق. خطأ، نعم حكم المباراة يشير لوجود خطأ بعد التدخل ما بين صادق زامل وعمار غالب. خطأ لمصلحة نادي النفط. لا زلنا نشاهد أحبتي، لا زلنا نترقب. هناك تغييرات أخرى. أحمد زامل سيشارك الآن هذه اللحظات، ومحمد صلاح. أحمد زامل ومحمد صلاح. حسام جاد الله ومن يترك أرضية الملعب ويحل مكانه أحمد زامل في هذه الدقائق المتبقية. كذلك محمد صلاح بدلا من اللاعب حسام مالك لاعب الخبرة وكابتن الفريق يترك أرضية الملعب مع اللاعب اللي سجل الهدف الأول الوحيد بالمباراة حسام جاد الله. وحسام مالك يتركون أرضية الملعب ويشرك اللاعب محمد صلاح وأحمد زامل بهذه الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الثاني، ونحن نلعب بالدقيقة 86. هل يبقى نادي نفط البصرة محافظ على نتيجة المباراة خلال هذه الدقائق الأربعة المتبقية لنهاية الوقت الأصلي؟ هذا عاد الوقت الإضافي والكرة غادرت أرضية الملعب. مستمر الأمور بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. 1 نفط البصرة لا شيء نادي النفط بعد تغييرات المدرب باسم قاسم، وهنا تغييرات المدرب هيثم الشبول. ما خليه يرفع. نشاهد حتى الآن وننتظر. نعم نادي نفط البصرة أمام نادي النفط خلال هذه المباراة وتلعب الكرة طويلة. يعاني نفط البصرة هذا الموسم حيث لم يحقق الفوز إلا ب6 مباريات وخسر في 19 مباراة. هذه الكرة تعود، هناك نقلة مرة أخرى وصافرة حكم المباراة شيل وجود خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية. نعم خطأ هناك بالكرة الماضية. صافرة حكم المباراة والخطأ
الماضية. كل شيء مستمر بندية هذا اللقاء. نادي النفط يسعى بأن يعدل نتيجة المباراة، والكرة تصل هناك اتجاه مصطفى عبد الجليل لكنها غادرت أرضية الملعب. نعم، نادي النفط وكذلك نفط الوسط ونفط البصرة ونفط ميسان، هذه الأندية النفطية الأربعة. نفط ميسان يحتل المركز 11، بينما نفط نادي النفط بالمركز 10، ونفط الوسط كذلك متذيل الترتيب ورسميا يهبط للدوري الممتاز بعد سلسلة من الهزائم استمرت هذا الموسم، حيث لم يفوز بدوري نجوم العراق إلا بمباراة واحدة غلبة، وأيضا تعادل ب 13 مباراة وخسر 21 مباراة. وأكثر نادي تلقى الهزيمة هذا الموسم هو نادي نفط الوسط. بدأت الكرة هناك بنقلة لا زالت وخسر. نعم، نادي نفط الوسط خسر 22 مباراة، حيث نعم سجل فقط 22 هدف واستقبل الشباك 60 هدف. يعني قباتش من الاول ليش كورنر؟ اقل استقطابا للنقاط. وكذلك نادي أمانة بغداد ونادي نفط البصرة ايضا اكثر الانديه كذلك استقبالا للخساره هذا الموسم، كل منهم خسر 19 مباراه. والكره بالراس هناك من سامسونج دير وياتي الابعاد. تعال احمد، تعال خبز، تعال من علي رحيم لاحمد نعيم. احمد نعيم مره الان اضغط عليه وبراسيه مصطفى عليك مره اخرى. حصار بالنسبه للاعبي نادي النفط يبحثون عن هدف يعدل نتيجه المباراه، وتثبتون الكره بوسط الملعب من احمد سعيد. انقطعت احمد وغادرت ارضيه الملعب. الكرة غادرت من الاول انا بوقفه ما بطلعها كورنر. الشرطة متصدر الترتيب ب80 نقطة، ويليه القوة الجوية صاحب ال75 نقطة، ويتجمد رصيد نادي الزوراء ب72 نقطة بعد الخسارة التي تلقاها من نادي والله ما في 72 نقطة. كذلك كابتن والله كابتن والله مفوت. نعم هذه الرأسية والإعادة التي أبعدت من المدافع ببراعة مرمى نادي نفط البصرة من هدف التعادل. اللعب اللي قبل هاي اللاعب مصطفى عبد الجليل يأخذ مكان الحارس وأبعد الكرة الماضية من الكابتن أحمد جمعة، ومن يضبط هذا اللقاء بعد ما عاد هناك ويطلب من اللاعب أن ينفذ الكرة. علي رحيم من علي رحيم، استمرت يا علي وعدت الآن طويلة للأمام لنادي نفط البصرة. يحاول حيدر هناك لأحمد زامل. أحمد زامل هذا الثنائي ما بين زامل وسعيد. الكرة غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب من أحمد زامل. ما زالت الأمور مستمرة. هذا محمد صلاح. محمد نعم الآن وبهذه الدقائق 5 دقائق وقت إضافي. بهذه الدقائق الخمسة هل يستفيد نادي النفط من الوقت الإضافي ويعدل نتيجة المباراة، أو هناك محمد صلاح سيفاجئ الجميع ويسجل هدف لنادي نفط البصرة؟ مستمر الأمور بهدف وحيد، بهدف اللاعب الذي ترك أرضية الملعب حسام جاد الله. هنا وليد كريم، هي الكرة جوزيف يحاول الآن هل يدخل منطقة الخطر، هل يدخل منطقة العمليات، وهنا تأتي العرضية من أحمد نعيم حتى وصلت لوليد كريم. من وليد كريم يتوغل بهذه الكرة. وليد كريم عادت هناك من عمار تعود مرة أخرى يا عمار لعلي رحيم. علي رحيم يلعبها لأحمد نعيم، وصلت من أحمد وهناك نقلة أخرى. ما زالت الكرة مستمرة تحت أقدام اللاعب عمار غالب والي صادق زامل. ملعوب الكرة بيستمر وسامسونج دير قريب. سامسونج دير يلعبها من سامسونج لأحمد نعيم. تعود يا أحمد نعيم لعلي رحيم، وملعوب الكرة
للأمام وطويلة هناك باتجاه اللاعب عمار غالب للأمام عالية، الكرة برأسية اللاعب دير من سامسون، دير تخلص وتلعب هناك للأمام باتجاه أحمد، لكن طالت على أحمد وغادرت أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. نفط البصرة يريد أن يحقق الفوز السابع على نادي النفط من خلال هذه المواجهة رقم 24، وعدت هناك مستمرة كرة من جوزيف، بينما النادي النفط يريد أن يفرض التعادل السابع، وتعود الكرة من حيدر، الكرة للأمام من محمد سعيد، وهنا سامسون دير هو قريب يلعبها لعلي رحيم، علي رحيم تعال صادق لا تعطي مجال، تحت اقدام اللاعب احمد نعيم، وعادت جوزيف، تعود من جوزيف للكابتن وليد كريم كابتن الفريق، وليد لجوزيف، من جوزيف تتهيأ الكرة لعمار غالب، سدد عمار، تسديدة يا عمار، ضاعت يا عمار وغادرت أرضية الملعب. تسديدة قوية من عمار تغادر أرضية الملعب. شاهد كيف تهيأت الأمور من جوزيف وكيف سدد بقوة عمار إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت والكرة غادرت أرضية الملعب، ولا زالت هنا الركنية لمصلحة نادي النفط. بهذه الدقائق هل ينجح النفط ويعدل نتيجة المباراة؟ الكرة بالراس ويأتي الإبعاد، تتخلص، هناك محاولة بنقلة من محمد صلاح يلعبها أمامية وصادق زامل قريب، بينما عمار غالب كان الأقرب. خطأ هنا لمصلحة اللاعب عمار غالب بهذه اللحظات. نعم كذلك موسم 2014 بصرة 2-1. تلك المباراة سجل سعيد محسن وعامر صاحب واحمد عبد المجيد لنادي النفط في تلك المباراة. موسم نعم 22 فاز نفط البصرة بهدف دون رد يوم سجل نشومبي الهدف الوحيد. اللاعب ارضية الملعب. مباراة الإياب فاز ايضا نفط البصرة 2-1. هنا على التنفيذ اللاعب احمد نعيم، ملعوبه من احمد والكره بالراس لحسام مهدي، وصلت لاحضان الحارس حسام مهدي. تلك المباراة اللاعب جومبي سجل هدفين ودينيس انتوي سجل هدف وحيد من تلك المباراة التي انتهت لنادي نفط البصرة. آخر فوز كان هو لنادي نفط البصرة في موسم 22-23 دوري نجوم العراق. ومباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل سلبا من دون اهداف. هنا خلال مباراة اليوم تقدم لنادي نفط البصرة. اذا هذه اللحظات المتبقية بهذه الانفاس المتبقية هل سيرتفع رصيد نادي نفط البصرة من نعم من النقطة 8 إلى النقطة 31 وما زلنا نترقب. عدت هناك الكرة ولا زالت مستمرة حتى الآن نفط البصرة، وهنا صافرة النهاية. نعم تأتي وتعلن عن نهاية الأمور. مبروك 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 لنادي نفط البصرة، 3 نقاط ثمينة ومهمة من خلال مباراة اليوم. هاردك لنادي النفط قدما مباراة جميلة، مباراة ممتعة. شكرا لحكام المباراة. التقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.